النهاردة هنتكلم عن الخطوات اللي اتكلمت عنها الكاتبة جريتشن روبن في كتابها نظام خارجي هدوء داخلي، واللي هتساعدك ان انت تكون منظم. الكاتبة حطت في الكتاب 5 مراحل أساسية عشان يكون عندك نظام خارجي. أول خطوة هي اتخاذ الخيارات عشان نقضي على الفوضى من خلال ايه الحاجات اللي بنمتلكها وبنستخدمها وايه اللي ما بنستخدمهاش، ايه اللي هنعمله في الحاجات دي. بمجرد ما تقدر ان انت تعمل التصنيف ده، فانت كده هتقدر تروح للمرحلة التانية، وهي انك هتخلق النظام عن طريق ان انت تنظم المساحات المهملة او تصلحها او تعتني بيها. بعد كده ده هيساعدنا نروح للمرحلة الثالثة، وهي اننا نعرف نفسنا اكتر من خلال ايه اللي احنا بنحبه، ايه لا، ايه نظام، ايه الطريقة بتاعتنا في النظام. بعد كده هيكون من المفيد ان انت تغرس عادات جديدة مفيدة عشان تقدر ان انت تحافظ على النظام اللي انت عملته. والخطوة الأخيرة إنك تضيف لمسات جمالية للبيئة المحيطة ليك عشان تبقى أجمل ومريحة أكتر. ودي الخطوات الأساسية اللي اتكلمت عنها الكاتبة بالتفصيل، واللي أنا شايفة منها إن فيها حاجات كتيرة مكررة في النص، فأنا حبيت إن أنا هنتقي كده من الكتاب أهم النقاط اللي حسيت إن هي هتساعدنا فعلا في إننا إزاي نكون منظمين. يلا بينا نشوف إيه هي النقاط دي. أول وأهم خطوة إنك تتخلص من الفوضى، وعلى فكرة ده تقريبا أكبر تحدي في رحلة التنظيم، لأنه صعب على الإنسان بشكل عام إن هو يتخلى عن أشياء عنده، وإنه يكون منصف في أهميتها من عدمها. في قاعدة مهمة قالها ويليام موريس بتقول: لا تمتلك شيئا في منزلك لا تعرف له فائدة أو لا تعتقد أنه جميل. سيبك بقى من التبريرات اللي كلنا بنقولها، انه مثلا الحاجة دي مفيدة جدا، او اكيد في يوم من الايام هلاقي طريقة واستخدمها، او ان الحاجة دي انا مستهلكتهاش كفاية، او ان دي عندي من وانا صغير، او ان دي هدية ما ينفعش ما تكونش عندي، وغير كده كتير. نيجي بقى للسؤال المهم اللي بيقول: ازاي تتخلص من الفوضى؟ يلا بينا نشوف ازاي. اول حاجة، اسأل نفسك 3 اسئلة عن الحاجة دي. هل الحاجة دي انا محتاجها فعلا، او هل انا بحبها، او هل انا بستخدمها؟ احيانا بنستخدم حاجة مش بنحبها، واحيانا بتحتاج حاجة مش بتستخدمها كتير، واحيانا بتحب حاجة مش بتستخدمها خالص. كل ده تمام، لانه مش شرط ان الحاجة اللي مش بستخدمها تبقى عديمة الفايدة. لكن لو انت مش محتاجها ولا بتحبها ولا بتستخدمها، يبقى لازم تتخلص منها. بعد ما تسأل نفسك الأسئلة دي، هيجيلك السؤال الأهم، وهي فين مكانها السليم. حاول كمان انك تحدد الجهات المستفيدة من الحاجات اللي انت هتتخلص منها، مثلا مكان بيقبل اللبس، ومكان للكتب، صيدلية، مكان للعب. لما تكون عارف كل حاجة هتوديها فين، ده هيسهل عليك جدا انك تتخلى عنها. اسأل نفسك: هل بحتاج اكتر من نسخة للحاجة دي؟ يعني مثلا مفيد ان يكون في اكتر من شاحن في البيت، لكن مش لازم خالص يكون في مثلا أداتين لغربلة الدقيق في المطبخ، مش هتحتاجهم. حاول كمان في الحاجات التذكارية اللي عايز تحتفظ بيها تكون قدر الإمكان صغيرة في الحجم، وتكون فعلا استثنائية ومهمة عندك. خلي بالك من مصيدة الحاجات اللي سهل تشتريها وصعب تستخدمها، زي قطاعة البيض والتفاح، والحاجات اللي ملهاش لازمة زي كتب الطبخ أو معدات التدريب اللي مش بنستخدمها. خلي التكنولوجيا تساعدك انك تتخلص من الفوضى. مثلا الأجهزة اللي بتبقى عندنا في البيت بيجي معاها يوزر مانيوالز، لو اليوزر مانيوالز دي في منها نسخة إلكترونية موجودة على النت، فانت خلاص بتبقى وقتها مش محتاج ان انت تحتفظ بدي. اتخلص من اللبس اللي مش مفيد. تعالوا نقول شوية أسئلة كده مهمة نسألها بنفسنا لما نيجي نتخلص من اللبس اللي احنا مش بنستخدمه. هل الحاجة دي مقاسها مناسب ليا؟ طب هل انا عايزها فعلا؟ هل بتحبها ولا لأ؟ ولو هل بتحبها، هل هي مفيدة؟ طب لو كنت بتحبها، هل حالتها كويسة وينفع تتلبس؟ طب انا عندي كام قطعة زيها، وهل كلهم مفضلين ولا لأ؟ طب هل القطعة دي مريحة؟ هل هي متماشية مع الموضة؟ وهل ده اصلا مهم ليا ولا لأ؟ طب هل القطعة دي بتتلبس بكذا طريقة ولا بطريقة واحدة؟ هل لو احتفظت بيها انا بس محتفظ بيها عشان هي هدية مثلا جايالي من حد؟ طب هل هي اصلا مناسبة للبسي، ولا محتاج ان انا اشتري لها قطعة تانية عشان اقدر ان انا البسها؟
طب هل انت محتفظ بيها عشان تسد خانة بس، مجرد تسد خانة؟ طب هل عندك بقى قطع في الدولاب ممكن تبقى متشابهة معاها؟ كل الحاجات دي هتساعدك، كل الأسئلة دي هتساعدك ان انت تفهم انت محتاج ان انت تتخلص من الحاجة دي ولا لا. في وسط الرحلة دي صور الحاجة قبل وبعد، ده هيديلك دفعة قوية جدا. خلي بالك من تبرير يوما ما شخص ما. شيل الحاجات اللي مش بتستخدمها يوميا على مكتبك. انقل الفوضى بعيد عن المكان المألوف بتاعها، لان مع الوقت بيكون صعب جدا انك تتخيل ان الحاجة دي ليها مكان تاني. الحاجة اللي تفكر انك تتخلص منها 3 مرات، اتخلص منها فورا. لو سألت نفسك هل احتفظ بده ولا اتخلى عنه 3 مرات، خلاص يبقى ده معناه ان انت محتاج ان انت تتخلص منها. اسأل نفسك امتى اخر مرة استخدمت فيها الشيء ده. بس خلي بالك ان في حاجات بنستخدمها قليل بس هي مفيدة، زي مثلا لبس السباحة. خلي بالك من تأثير الهدايا، ما تقبلش اي حاجة مجانية، فكر قبلها هل هستخدمها فعلا. والسؤال اللي هيساعدك هنا، هل لو الحاجة دي ما جاتليش كنت هشتريها؟ وخلي بالك من هدايا المؤتمرات. اسأل نفسك هل الحاجات دي بتغير مكانها بشكل دوري ولا لا. غالبا الحاجات اللي بتستخدم كتير بيتغير مكانها بشكل دوري، زي مثلا اللبس بيخرج من الدولاب وبيروح الغسالة، والكتب بتخرج من المكتبة، الأطباق بتخرج من مكانها. لو حاجة مش بتتحرك من مكانها كتير فغالبا دي من الفوضى المتراكمة. ما تخليش سعيك للتنظيم يخليك تضيع وقت في تنظيم الشيء بدل من ان انت تتخلص منه. اتخلص من الأوراق اللي مش ضرورية، ولو بتنقل حاول تتخلص من الفوضى قبل ما تنقل. خلي بالك من الفوضى العميقة، دي بتكون منظمة جدا بس ملهاش أي لازمة. فضي كل الأدراج عشان الحاجات مجرد ما بتتحط في الأدراج بيكون سهل علينا ان احنا ننساها. قاوم الهدر عن طريق انك تمتنع عن الشراء. حاول ما تنقلش الفوضى بتاعتك لحد، وخليك عارف انك لو ما قدرتش توصل لحاجة شايلها فغالبا انت مش محتاجها. الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي تخلق النظام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وشير وسبسكرايب.